آخر التطورات السياسية والزيارات التي تقوم بها قيادة المقاومة. تواصل قيادة المقاومة التفاعلات السياسية مع مكونات المنطقة الرئيسية، وتسعى عبر الدبلوماسية النشطة لأهداف عدة: تعزيز وحضور المقاومة والشرح لمكونات المنطقة السياسية أهمية المقاومة ودورها في الدفاع عن وجود شعبنا الفلسطيني، التحذير من سلوك اليمين المتطرف في تل أبيب ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية، العمل مع مكونات المنطقة غير العربية على تقريب وجهات النظر من رؤية أكثر واقعية تساهم في استقرار المنطقة. وتوصلت قيادة المقاومة إلى قناعة أن الصراعات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية كان المستفيد منها العدو الصهيوني الذي حاول تصوير نفسه على أنه سيحمي المنطقة العربية من الخطر الإيراني والتركي، ولذلك كاد العدو الصهيوني أن ينجح في بناء بيئة إقليمية موالية له تساهم في تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. تطورات الزيارة الأخيرة والعلاقات السياسية. زيارة مصر. حرصت قيادة المقاومة على العلاقة مع مصر لكونها الأكثر قربا لواقع قطاع غزة، كما أنها تسعى لتصبح فاعلا أساسيا في الضفة الغربية. الدعوة الدائمة لمصر في المساهمة بالتخفيف من عبء الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث إن الحوارات مع مصر تستهدف تحسين العلاقات الاقتصادية والتخفيف من عبء الحصار. زيارة السعودية. تكتسب زيارة السعودية أهمية، خاصة أنها جاءت متزامنة مع سلوك سعودي جديد في السياسة الخارجية أكثر واقعية في التعامل مع الحالة السياسية في المنطقة، سواء في تبريد ملف تطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني وفي ملف تحسين العلاقة مع إيران، والإيمان بضرورة الخروج من مأزق المنطقة السياسي الذي بات يهدد كل المكونات السياسية واستقرارها. الزيارة الحالية جاءت ضمن النسق السعودي في دعوة المنظمات والمؤسسات ما دون الدول لزيارة البلد عبر المناسبات الدينية خاصة الحج والعمرة، ويمكن اعتبار الزيارة الحالية لها دلالات سياسية مهمة. زيارة إيران. جاءت الزيارة في جو إيجابي تم فيها مناقشة كافة التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة التطورات الميدانية في الضفة الغربية. الزيارات جاءت مع كافة المستويات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: المرشد الخامنائي، الرئيس الإيراني، قائد الحرس الثوري، رئيس البرلمان. هناك تقدير كبير من قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدور قيادة المقاومة بغزة والضفة. تقترب وجهات النظر مع الإيرانيين لحد كبير فيما يخص دعم المقاومة وضرورة تطورها لمواجهة مخطط العدو وحكومته المتطرفة. قيادة الجمهورية الإسلامية أبدت دعمها المفتوح للمقاومة وخاصة الضفة الغربية، لكونها بؤرة الصراع المركزية التي تدور فيها المواجهة، والتي ستحسم مصير المشروع الصهيوني وبقائه فوق أرض فلسطين. العلاقة مع الجزائر. تشهد العلاقة مع الجزائر تطورا إيجابيا في ظل اهتمام جزائري بالقضية الفلسطينية دولة وشعبا. بدأت الجزائر بالاهتمام بالسياسة الخارجية وضرورة تعزيز علاقاتها بعد تعزيز التحالف المغربي الصهيوني. يصنف العدو الصهيوني الجزائر كدولة استراتيجية في منطقة المغرب العربي ومؤثر مهم في السياسة العربية، وهي معادية لدولة الاحتلال وتدعم حق الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، القضايا، قضية جوهرية، ولذلك مسار العلاقة مع قيادة المقاومة سيتعزز كلاعب مهم في الصراع مع العدو الصهيوني. الخلاصة: تسعى قيادة المقاومة من خلال الدبلوماسية النشطة لمحاصرة مشروع التطبيع في المنطقة الذي أصبح يشكل تهديدا استراتيجيا للقضية الفلسطينية، ووقف محاولات تدمير ولاء الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، كما أن الدبلوماسية النشطة تساهم في تعزيز خيار المقاومة الذي أصبح دوره مركزيا في مواجهة مشروع اليمين الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع في الضفة الغربية.